نادي الوكرة القطري يعلن غياب حمدي فتحي عن بداية فترة الإعداد للموسم الجديد لمنح اللاعب راحة بعد مشواره مع منتخب مصر في كأس العالم. مدرب نانت الفرنسي يواصل انتقاده لمصطفى محمد ويؤكد أن النادي قرر الامتناع عن دفع راتبه ووضع عليه عقوبات مالية بسبب عدم الرد على اتصالاتهم تماما. ميسي يعود بقوة إلى سباق الكرة الذهبية بسبب ما يفعله في كأس العالم وخروج مبابي وعثمان ديمبلي من نصف نهائي البطولة. ميسي يزين التشكيل المثالي لنصف نهائي كأس العالم بعد المباراة الكبيرة التي قدمها اللاعب أمام انجلترا والتي غير مجراها امس. انباء غير مؤكده عن تبرع هالاند ورفاقه في النرويج بجزء من مكافآت كاس العالم لاهالي قطاع غزه. الاتحاد الانجليزي لكره القدم يميل لتجديد الثقه في المدير الفني توماس توخيل رغم الانتقادات الحاده التي يتعرض لها بعد الخساره من الارجنتين. الحكومه الفرنسيه توافق على استثناء زين الدين زيدان من سقف رواتب المدربين تمهيدا لقيادته منتخب فرنسا الفتره القادمه. الهلال يفتح الباب امام رحيل سالم الدوسري في الصيف الجاري في ظل التغييرات الفنيه التي يشهدها الفريق.